انا زعلان من كم حدا خلاه يجيب لي كلام. والله طبعا مو زعلان من الكل، يعني من جماعه التصاميم. انا بعرف محبتكم، بعرف هذا الشيء تماما، بس خليته يعني بالكومنت. انا قلت لكم بسوريا ما بيفتح عندي التيك توك الا بالنادر جدا، يعني حسب المنطقه، او ما بعرف له هباته يعني، فما بعرف شو عم يصير. وقت اللي بيفتح ما بيطلعوا لي هدول الفيديوهات، لانه بيفتح شيء شغل لندن، شيء شغل بريطانيا، شيء ما بعرف شو، فبيطلعوا لي الفيديوهات البريطانيات البريطانيه وهي الامور، عرفتوا؟ ضحكتنا المهم زعلان انكم يعني بتجيبوا لي هذا الكلام بالكومنت انه كيف. هلا اول شغله الشيء اللي صار بسوريا، وانه منع وما منع وكذا، ودفع نفقه وهالحديث هذا، هو فقط نحن خبرتكم انا، هو فقط للضرر، يعني لا عرقلت الامور. يعني مثل هلا انا لو ما تصرفت بسرعه وكانت المحكمه يعني منصفه لهذا الشيء، منصفه وحكمت بالحق وهيك، فانا اليوم يعني شايفين ما بتتخيل نسبه الضرر، خلصنا منها. واجب اي حدا، انت اولاد هدول جبتهم على الحياه، انت مجبر فيهم، ملزم فيهم، شئت ام ابيت، مين ما كانت، مين ما كنت، شو من كان، شئت ام ابيت، هذا واجبك وفرض عليك، لانه في إلنا بالنهايه ربنا سبحانه وتعالى بدنا نوقف بين ايديه يوم القيامه. اذا ما بدك تسال على اولادك، ما بدك تسال على شيء، ما بيهموك بس يكبروا، خلينا نحطهم كله على جنب، كل هذا انت بس ما فيك تتعامل مع ربك بهذا الشكل، انه انا ما بيهمني. لا، مع رب العالمين بده يهمك وغصب. اذا ما عندك انسانيه، ما عندك هدول الامور، هدول لك لحالك، بس مع رب العالمين تعال عنده، بدك تيجي لعنده، تقعد بين ايديه ان شاء الله. اكيد كلنا رح نقعد بين ايديه رب العالمين. ف بلشوا الفانز تصاميم، مو فانز، انا ما بعرف اذا يعني انا ما بحسهم فانز، انا ما بحب هذا النوع من الفانز اصلا، انه يحط تصاميم تمتعي بخير ريتشو، تمتعي انا بعثت لاولادي يا اخي، وانا ما بدي كنت ابعت بهي الطريقه، والله العظيم ما بدي، اقسم بالله العظيم انه انا نازل ومعي بعض الامور وهي، وهن بيعرفوا هذا الشيء، وقبل ما انزل عم نحاول، هذا بيحكي مع محاميه، بيحكي مع محاميه، عند اول محامي راح وحطت الثاني، ما قبلوا الا انه يفاجئوني بالمحكمه بانه بالمنع، وانك بدك تدفع، تكرم عينكم والله. فانا عملت الشيء القانوني، ركزوا معي بالقانون، هاي انا من هلا لسنه قانونيا ما حدا له شيء عندي، قانونيا ركزوا معي. بتعرفوا انتم شو بالشهر وشو كذا، واللي عايش بسوريا، وحسب طبعا بيقدروا دخلك وبيقدروا امورك وشو انت. فانا تصرفت هذا التصرف لاحمي حالي قانونيا من الضرر، بس هذا الشيء ما بيعني انه انا خلاص، لا، انا اليوم هذا تليفوني موجود، هذا بده ابني بيرفع بدق لي بابا لازمني، بابا بدي، ولا صار معه شيء لا سمح الله، فانا موجود. ما انه والله خلص بس اللي حكمته المحكمه ولا شيء، ما بيهمني هذا الشيء. انا موجود في الساعه وباللحظه اللي بدهم يعني فيها. فبس هذا الشيء ما بيخليكم تروحوا والله تكتبوا، وبيخلي يجي واحد ما بعرفه جاي انه جاي يكتب لي بالكومنت هذا فرض عليك، وهذا واجبك، انت جاي تعلمني واجباتي، او انت، بس مو الحق عليهم، الحق اللي سبب لي هذا الشيء. يعني اليوم اللي راحوا صاروا يكتبوا هيك بالكومنت، طبيعي ردة الفعل، وكل واحد يا بيكون زيت اولاده، يا بيكون هاي الله عليم شو وضعه، وجاي لعندي قال بده يحرك لي ضميري، وبده انه هذا واجب وهذا. يا اخي انا ما بنكر، اكيد ماني مستنيك انت تيجي تعلمني واجباتي اتجاه الاولاد، ولا اتجاه عائلتي، ولا اتجاه ايا كان من قرايبيني، ولا اي شيء. فانا انسان بمشي هيك، وما زال انا هيك، فما راح حدا يطلع له معي، مشان ما حدا يتعذب ويتعب روحه معي. حدا جدا مو سهل، انا ما بنكر، بس يعني بحكمتي، مو والله بزعرنه، بالزعرنه مشكله، هاي بالزعرنه مشكله، ما خرج، مستحيل اني اوصل لمرحله وكون ازعر مثله، مستحيل. باخذ طريقي مثل ما هلا عامل، تمام. ففكره انه اكون ازعر ولا اكون هاي واتصرف هاي التصرفات، ما راح اكون انا بحكمتي وبشغلي وعلى نفسي ومخافتي من ربي، هاي لحالها بتخليني بالامان. فانا مثل ما خبرتكم فرض علي، فما في داعي اذا جابوا غرض على البيت ولا عملوا والله من خير ريت شو، لا 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 لا, لا. هذا الشيء مرفوض جدا، مرفوض
ما بقبل فيه. يعني لو يظهر قدامهم هذا الكومنت ولا هذا ولا يشوف هذا الفيديو مثلا، يعني ما حلوه والله، حرام يا اخي والله. انتم ما بعرف يعني ما في شغله، والله العظيم عندنا شغل كثير. تعالوا نعمل تصاميم انا وانتم، تعالوا يعني ما عندنا غير هي الشغله. حرام ولد عم يشوف ولا كذا يعني يقول الله بابا حطني بهذا الموقف، مع العلم اني انا ما حطيته رغم نكران وجودي ونكراني من حياته. انكروني من كل شيء بخصه، وانطلب مني اشياء بسوريا يعني ما صرحت ولا حكيت. طلب مني شيء خارج عن يعني عن سيطرتي، خارج عن ارادتي. عرفتوا شو؟ هذا الشيء ما بعرف اذا معهم علم فيه ولا لا، بس لا تزيدوا الطين بله مثل ما بيقولوا. خلص يا جماعه، انا بالقانون هلا هيك مشيت. بدكم قانون على العين والراس. هاي من هلا لسنه حس ما بسمع، حس ها ما بسمع. هاي كقانون مثل ما بده. انا كنت تحت سقف القانون نفس ما خبرته للقاضي، قلت له اللي بدك اياه انا معك. فما في داعي اليوم نروح نعمل هاي التصاميم. والله حرام يا جماعه، والله انتم اخواتي، والله من عن ابو الفيديوهات بجيب لكم مليون ولا نص مليون. ما فيها مصاري يعني. لو فيها القصه حتى مصاري ما عم تطلعوا منها. يعني شو الفكره منها؟ انه يعني معقول الانسان يوصل لهالمرحله فاضي البال؟ وما بدي كمان والله بنحبك عملنا هيك، ما بدي المحبه هاي هيك تكون. ما بيصير هاي المحبه. ركزتوا؟ وان شاء الله الله لا يضركم يا رب. فما في داعي لهي التصاميم. قلت لكم انا اذا بدنا نحكي والله انتم عم تكتبوا مضبوط، معهم حق اللي عم يكتب بالكومنت، اللي عم يقول لك ايه واجبه اذا صارت النفقه صارت لا مضبوط، هذا واجبي صح، انا واجبي هذا. وما كنت حابب يكون اصلا اوصل لهي المرحله. اصلا انا كنت ما بدي لا اروح محاكم ولا شيء، وانا جاهز كنت وعم ببعث وبحكي وبساوي، لانه ما بدي شيء يكون عن طريق المحكمه. ما بدي شيء، ما بدي روحوا بهي الطريقه. انا بدي من راسي لراسهم وعيوني لاولادي. بس انكروني من كل شيء، رفضوا وما انا بحاجته. نحن عائلتي انا واولادي وبس، وما عندهم اخوات وما عندهم هاي. انتوا شفتوا كله موثق، نكراني موثق بفيديوهات بالصوت والصوره وبكومنت. بس انا ما كنت بشبه هاي العالم. لا بدي اعمل، بدي ساوي، لا بدي اكون معهم، لا بدي ما بعرف شو. حاولت تابع مع المدرسه كلها رفضت تتابع معي، وانا مسؤول عن هذا الكلام وباثباتات، مسؤول عن كل شيء. ما خلوني اعرف نتائج الاولاد، ما سمحوا لي. كان وحكيت من قبل، كان هدفهم انه اذا شرطهم الاساسي اذا اولادنا انا اولادي بدهم ينحطوا بهي المدرسه، فالاب ممنوع يعرف شيء. خلاص انا ما كنت بشبههم. لا تشبهوا، لا تدخلوني بهذا الشيء. انتوا وقت عم تعملوا هذا التصاميم، هي التصرفات، فنحن بنشبههم. ما بدي يكون بشبه هاي العالم. انا عندي هدف واحد بس، بين قوسين، اولاد انطلبوا عيوني بعطيهم، نقطع الصف.